بعت لي رسائل انا كابتن قول للشريف ما يروحش الزمالك. طب ليه؟ نعم ليه ما يروحش الزمالك؟ ليه حضرتك شايف ايه؟ هو مش شريف ده اللي طلع معاك في وقال انه الجنيه في الاهلي ب10 وب20 كمان؟ ايوه قال هذا الكلام تمام 100%. طيب خلاص يروح الزمالك ليه؟ يروح الزمالك لانه الزمالك نادي كبير. يا كابتن شوبير، يا اخيرا 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 مره واحده في حياتي في عمري لقيتك بتقول كلمه بسيطه صغيره في حق الزمالك حلوه. الزمالك لان الراجل بيقول لك انا خلاص نادي الخليج غالبا مش هكمل معاه، عقدي انتهى وانا فري، ونادي الاهلي ما كلموش، وبالتالي الطبيعي انه بيبحث عن نادي كبير فيروح الزمالك. ايه المشكله انه يروح الزمالك يعني؟ طيب هو يا كابتن مش ممكن يروح الزمالك يتالق؟ لا مش بقول لك مش ممكن يتالق، لا هو هيتالق. يا سلام، وعايز يروح الزمالك ما يروح مطرح ما هو عايز، النادي ما كلموش نادي. يا نهار ابيض، لا 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 لا، انت لازم، بص لازم يا كابتن شوبير نشوف، يعني بص نروح لشيخ. لازم اكيد في حاجه اكيد انت يعني مش عارف بقى، يمكن انت مثلا، طب انت صحيت النهارده في ميعادك؟ طب انت نايم كويس امبارح؟ يعني الدنيا تمام يعني بالنسبه لك؟ انت متاكد من اللي انت بتقوله ده؟ الاهلي ما كلموش، والراجل حتى هذه اللحظه لسه مستني، يعني الراجل ما خلصش، ما وقعش توقيع نهائي وما زال في الانتظار. والزمالك نادي كبير جدا وبيقول له مرحبا بك اهلا وسهلا بيك. يبقى هو طب هيعمل ايه؟ ما هو يشتري الفتره اللي فاتت، ما هو شاريها. ما هو الراجل ما تاخرش، الراجل ما جاش قال لك انا بشترط فلوس، ما قالكش حاجه، ما وضعش اي شروط ولا اي حاجه. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، انا مش مصدق. طب يا كابتن، طب حد يمسك كابتن شوبير كده مثلا، ايه يعني، يكبر في ودانه مثلا، حد يمسكه يكبر في ودانه كده يشوف ايه الوضع. طب يعني يمكن يكون مش هو يا جماعه ده. انا خلاص، انا الدوري هيخلص في السعوديه، وانا خلاص النادي ما كلمنيش في التجديد، نادي الخليج السعودي. هو خد تجربه يعني كانت نص موفقه، ما حققش كل احلامه، كل اللي كان يامل فيه يحلم بيه ما حصلش، وبالتالي الراجل خلاص راجع مصر يعني. طب ما هو عنده عروض، وانت مالك؟ وانت اللي هتختار له؟ هو اللي يختار لنفسه، دي مش شغلتك بقى. انت كاهلاوي تزعل لو هو النادي الاهلي قال له تعالى والراجل قال لا، فالنادي الاهلي ما قالوش تعالى، فالراجل يختار بقى، يختار الزمالك، يختار المصري، يختار سيراميكا، يختار البنك الاهلي، يختار بيراميدز ايوه، يختار اي نادي هو عايزه، هو ما عندوش مشكله انه يختار اللي هو عايزه. طب والكلام اللي كان قاله زمان، هذا زمن المتغيرات. يعني بص، انا والله بص، كلمه حق تتقال، انا عمري في حياتي ما كنت اتوقع ان انت يطلع منك الكلام ده، يطلع من اي مخلوق. يعني اي مخلوق تاني حتى منتمي لحد غيرك مفيش مشكله انه يطلع ويقول كلمه كويسه في حقنا، عادي مفيش مشكله، لكن منك انت بصفه شخصيه عمري ما توقعتها. فده حدث جلل زي ما بيقولوا، يعني ده حته ان تطلع منك انت، من الشخص اللي قدامي اللي انا بسمعه بوداني مش مصدقها دي، هو اللي يطلع منه الكلام ده. عادي كده ان واحد ياخد حقه، عادي ان واحد مش الاهلي ما كلموش فهيروح الزمالك، عادي مفيش مشكله، يعني ده حقه، عادي مفيش مشكله يعمله طول ما انتم موجودين، عادي يا كابتن. فدي سبحان الله سبحان الله، انا دي من عجائب وطرائف يعني. يعني انت مثلا لو بتقلب صدفه كده، بتقلب صدفه في يوتيوب او في النت او عموما بشكل عام في مصر، ولقيت الفيديو ده، مش هتصدق، ده من الطرائف والمواقف، يعني دي حاجات، موقف عجيب يخليك تقعد رافع حواجبك لفوق كده في ذهول. وانت متاكد من الشخص اللي بيقول الكلام ده؟ يا سبحان، يا رب يثبتك، يا رب يثبتك وتفضل كده حقاني على طول يا رب، او بتقول الكلام الطبيعي اللي الناس كلها تستوعبه يا رب، يا رب.